تمكنت الشرطة القضائية ببني ملال من إيقاف 3 أشخاص يشتبه بهم في ترويج الكوكايين. العملية سبقتها مذكرة بحث في حق 2 من المشتبه بهما منذ شهر فبراير باعتبارهما من مزودي المشتبه الثالث، وتحت توجيهات ولي أمن بني ملال وتعاون المصالح المختصة تم الاهتداء إلى المشتبه بهم وفرض حراسة مشددة على مقرات سكنهم ليتم التوصل إليهم في الساعة الأولى من صبيحة أمس. العملية تكللت بالنجاح، حيث تم حجز واحد الكمية ديال كيلوغرام من مخدر الكوكايين، كذلك 3 صفائح من مخدر الشراء، كذلك سكينين من الحجم الكبير، سيارة تستعملها الشبكة في ترويج المخدر. بالنسبة لأفراد هذه الشبكة ينحدرون من الأقاليم الشمالية، خصوصا بالضبط من مدينة الناظور. جاوا لهذه المدينة حوالي دابا 4 أشهر أو 5 أشهر. الأبحاث لا زالت مستمرة تحت إشراف النيابة العامة وإشراف المصالح الأمنية لإقليم بني ملال، وسيقدم المشتبه بهم للمحاكمة فور انتهاء الأبحاث.